ستؤثر الترشيحات يا بدر والضغط الإعلامي على المنتخب المغربي بعد غياب 50 عام، أم ستكون هذه السنة هي سنة العودة والنسخة الثانية؟ بحسب رأيي أن الضغوط لا يمكن إلا أن تكون إيجابية على اللاعبين. حتى الإنجاز الأخير الذي تحقق لمنتخب الرديف بتتويجه بطل العرب سينعكس إيجابا على المنتخب الأول، لأنه الآن الكل يلعب من أجل السمعة، الكل يلعب بروح انتصارية. ما عاد المغرب عندما يدخل لأي بطولة يبحث عن المرور إلى الأدوار الموالية، طموحه الكبير هو أن ينافس على الألقاب. وأعتقد هذه الثقافة التي يجب أن تترسخ لدى كل منتخباتنا العربية، أن نثق بإمكانياتنا، وعندما نذهب إلى أي مسابقة أن نذهب بثقافة الانتصار وبثقافة تحقيق اللقب. لا يمكن أبدا أنه في شيء يمكن أنه يحول بيننا وبين تحقيق هذا الطموح. المنتخبات العربية قبل أن أتكلم عن المنتخب المغربي كلها لها حظ نفس الحظوة، لأنها ستلعب في أجواء تشبه كثيرا الأجواء المحلية. منتخب مصر سيلعب كأنه في مصر، المنتخب الجزائري سيلعب فوق أرضية وفي مناخ وفي أجواء تشبه الأجواء الجزائرية، منتخب السودان كذلك، منتخب المغرب بجاهزية كاملة. وأعتقد إن كان هناك منتخب إفريقي يتمثل أعلى نسب الجاهزية لا على مستوى الأداء الجماعي ولا الفردي ولا اللاعبين، أحيلك على شيء مهم، هو أن هذا المنتخب استطاع أن يحقق إلى الآن رقم قياسي عالمي بفوزه ب 18 مباراة متتالية متجاوزة في ذلك الرقم القياسي الذي كان للمنتخبين الإسباني والألماني. يملك النجوم يملك الرصيد البشري ويملك أيضا. هل سيعتمد على نجوم أوروبا أم سيعتمد على النجوم المحليين؟ وليد الركراكي يعتمد بالأساس على لاعبيه الثابتين والأساسيين الذين جاء بهم من كأس العالم. هذا المنتخب في نواته الأصلية أو النواة الأولى فيها العديد من اللاعبين الذين شاركوا في نهائية كأس العالم. أتكلم على بونو، سايس، هاجر، مزراوي، وأيضا حكيمي، أتكلم على سفيان أمرابط، أناحي. يكفي أن أسرد هذه الأسماء. يعني سيعتمد على نفس الأسماء؟ لا، على هؤلاء، لكن بإضافة أسماء جديدة يعني تألقت مؤخرا على غير يونس النائل العناوي. أنا عندي اعتراض بسيط في جملة صغيرة أنت ذكرتها في محور حديثك، ويا ريت برضه كل المنتخب المغربي اللي فاز بالبطولة طبعا قدمنا له تهان ثاني قبل. كيف يعني أنت تقول منتخب رديف؟ كيف يعني مسمى رديف؟ هل هو مقنع ومرضي بالنسبة لك؟ كيف يعني رديف؟ لا يعني المنتخب ده كله لعيبه دوليين شاركوا قبل كده لعبوا منتخب، صحيح. كيف يكون منتخب رديف يعني؟ لكن ليس هو المنتخب الاساسي، يعني هم بالفرنسي بيسموه ماروك بريم، بمعنى ان المنتخب الثاني ليس المنتخب الاساسي. المنتخب الاساسي غير صحيحه هو اللي غادي يلعب. هذه المسميات صراحه غير، لا انا معك، مستخدمه، هي مستخدمات غير صحيحه. أنا معك مجرد ما لاعب لبس شعار المنتخب ايا كان، حتى من يكون هو خلاص لاعب منتخب، يعني منتخب اول ومنتخب ثاني، دي بعض الناس بتاخذها مثلا كتبرير عايز تهرب بها. يعني ايه اللي يعيب التسميه؟ هو في النهايه لانه اساسا هو هروب. انا عندي صف اول وعندي صف ثاني. هي فكره يا صابر. لا ما صف ثاني، هذا لا هي فكره وتحترم. واحنا بالرغم من ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اطلقت اسم منتخب رديف على هذا الاولاد، المنتخب اللي لعب المنتخب المغربي، انا سميناه المنتخب المغربي سميناهم في كاس العرب. في كاس العرب سمي المنتخب المغربي اللي فاز باللقب منتخب المغرب، ما مكتوب منتخب المغرب بين قوسين الرديف. يا زميل عود انا اعطيك مثال، المنتخب المصري وهو يتهيأ حتى المنتخب المصري لما شارك بأنه المنتخب المصري المشارك في كأس العالم. هم بعض المنتخبات بتأتي بهذه العبارات للهروب، لتجميل وجهها، لتجميل انه عندنا بعض الغيابات وعندنا بعض اللاعبين ما بيشاركوا عشان كده احنا بنشارك. لكن الان منتخب، يعني انت الان منتخب حتى المنتخب المصري اذا كان عندك النيني لاعب، عندك يعني نعطي تحت فرصه. انا عندي قائمه كامله بجهزها للمنتخب الاول عشان تشارك في البطوله الأصعب والأقوى والأهم. خلينا نكون منطقيين، اللي هم مجموعة حسام حسن، ما فيش ولا واحد فيهم تواجد في بطولة كأس العرب. لا ده سميه صف تاني، سميه ان هي الا اسماء. طيب نرجع منتخب مصر. انما انا مش شايف ان هو لا شيء يعيبه. ماشي، ما هو انت عندك منتخب ناشئين، منتخب شباب، منتخب اولمبي، منتخب رديف، في الاخر هو منتخب مصر. لا ما اختلفناش فيه، بس نحن هو منتخب مصر. طيب وصلتها ان هي منتخب مصر كما ذكر، لكن احنا حاليا نتكلم يا صابر عن المنتخب المغربي. هل تتفق مع بدر؟ وقد يفسر البعض ان بدر ما كان صريح
في اجابته، لان سالته سؤال واضح: هل سيعتمد الرقراقي على نجوم اوروبا ام اللاعبين المحليين؟ كانه ذهب الى كاس العالم ولم تكون اجابه واضحه وصريحه. برجع لك يا بدر بعد ما اسمع من صالح. بس سيبني اقول امنيتي بقى بعد ما اقول لك تعليق على بدر بطبيعه الحال. يعني هو كل الناس دلوقتي بما بدر وغيره ما حدش يعني داخل جوه عقل الركراكي من المدربين اللي بيجيدوا التلاعب، مش التلاعب يعني بيجيدوا استغلال الاوراق بافضل شكل ممكن. هيعتمد على انهي توليفه محدش يعرف لغايه دلوقتي هيعتمد. طيب شنو الانسب؟ حتى المعطيات ماذا تقول؟ ما هي المعطيات ان هو برضه هيعمل التوليفه زي ما عملها في كاس العالم. عمل توليفه. احنا نفسنا في اثناء كاس العالم كنا بنشوفه ما بين مباراه ومباراه بيعمل تغييرات بيفاجئ بيها الفنيين. يعني اذا يعتمد على كاس العالم معناته لا يعتمد على اسماء ابراهيم دياز في مع ريال مدريد وغيره من الاسماء طبعا مثلا. لا موجود. طيب بسمع من وحيد. انا متابعتي وليد الركراكي يعني شخصيته قريبه جدا من جباب الماضي. بعد تحقيقه لقب 2019 لم يغير التوليفه. نفس الشيء بالنسبه لوليد الركراكي، وصوله للنصف النهائي كاس العالم جعله يعتمد على نفس العناصر واحيانا لا يغيرهم حتى في مباريات الوديه، هذه النقطه التي جعلت الشارع الرياضي اكثر من مره ينتقد وليد الركراكي في هذه النقطه، لانه انت تلعب في كاس العالم حققت نصف النهائي، لكن الجيل الذي وصلت به لنصف النهائي هل بامكانه يكمل معك في البطولات القادمه؟ لا اكيد. هو الجيل مش موجود. انا صراحه لما اتحدث عن المنتخب المغربي الان اقول الله يعين وليد الركراكي. لماذا؟ لان الضغوطات كلها على وليد الركراكي. لما يكون طارق السكتيوي مدرب وطني حقق كاس الشباب، لما نتحدث عن محمد وهبي كاس العالم للشباب، نتحدث عن كاس العالم للناشئين نبيل باها، يعني اطار وطني في المغرب نجح. لا تنسى ان وليد حقق المركز الرابع في كاس العالم. بعدها ماذا حدث؟ طيب هذه النقطة تسحبنا الى سؤال واضح. بدر انت شخص صريح، بطبيعة الحال صريح. نعم. هل سيعتبر فشل ان لم يحقق المغرب كاس افريقيا؟ هذا سؤال ساجيبك عنه قطعا، لن اترك سؤالك بدون اجابه، لكن لا قبل لكن اجابتي اولا ثم تعود للشرح. ايوه ماذا؟ هل سيعتبر فشل؟ هل الجماهير المغربية تقبل بغير اللقب؟ ابدا طبعا لا. إن لم يحقق الفريق الوطني المغربي لقب كأس افريقيا للأمم فهذا يعتبر فشل لمن؟ لوليد الركراكي ولكرة القدم المغربية. طيب هو ده ضغط. هذه كلها ضغوطات على وليد. دي ضغوط. يا عوض إذا كان المدرب على الورق نحن مؤمنين تماما انه الفريق جاهز وعنده الامكانات والمرشح الاول. انا شخصيا رشحت، لكن ده ضغوط كده. كرة القدم منفوخة بالهواء وكرة القدم علم غير صحيح المدرب وضع على نفسه هذا الضغط. المدرب بنفسه بيطلع في خرجاته الصحفية يقول إن لم أفز بكاس افريقيا الامم فهذا يعتبر فشل. طيب ونحن الان تحدثنا عن افريقيا والبطولات الافريقيه وشكلها وكيف التنافس فيها. الان حنرجع لنفس النقطه الاولى. الان يعني تحدث الاستاذ صابر انه اي بطوله افريقيه بعيده دائما من اي ترشيحات، بعيده من اي. يعوض قال لك قال لك فشل. الان بدخل لا بس قال لي فشل. هو قال لك فشل. لا ليس فشل. كيف يعني فشل؟ انا بقول لك ليش فشل. طيب قول لي ليش فشل؟ ده صدمه كمان مش فشل يا عوض، ده صدمه. هتكون صدمه في الشارع المغربي، هتكون صدمه مش بس فشل. اسمح لي يا بدر، اسمح لي. هتكون صدمه في الشارع المغربي. ما هو انا هسالك سؤال تاني. اذا المغرب ما فازتش ببطوله افريقيا دي هتفوز بها امتى؟ يعني مفيش ظروف توافرت لمنتخب في افريقيا عموما، مش بس للمنتخب المغربي، ولا مؤشرات ولا مقدمات تدعم منتخب انه يحقق بطوله. احنا ما مختلفين، لكن احنا اختلفنا في حاجه واحده. لا اذا كان ضغوط، كان وليد الركراكي لا يحتمل مثل هذه الضغوط يبقى لا يصلح لقياده منتخب بحجم المنتخب المغربي. اذا كان اشرف حكيمي، اذا كان المجموعه مزراوي لا يحتمل. يا عوض انت الان تحلل الامكانيات. طبعا لماذا وعلى الورق هو الاول يا سيدي. لماذا نطالب وليد الركراكي ونطالب انفسنا قبل وليد الركراكي بالتتويج بهذا اللقب؟ اولا لاننا نستضيف البطوله على ارضنا وبين الجمهور. اوكي هذا جاهزيه فنيه من اعلى مستوى. نحن ما مختلفين في الكلام ده. ممكن في حاجه واحده ما يلعبش معي ممكن، لكن بالنسبه لي عدم التتويج باللقب يعتبر فشل. ثم ايضا فشل. لا قبل العوده أيوة. في نفس النقطة اللي ذكرتها، أن لم يحقق وليد الركراكي كأس أمم أفريقيا يستمر مصيره في كأس العالم.
سيكون موضوع شك كبير جدا. لا انت الحين في شك في اجابتك، نبي اجابه صريحه واضحه. لا شوف، اذا لم شجاع هو استاذ، اذا لم يتوج عوض يقول انت شجاع. لا اذا لم يتوج بكاس افريقيا الامم بنسبه عاليه جدا قد يفقد فرصته في قياده المنتخب المغربي، ويكون اول مدرب مغربي يقود منتخب مغربي في مونديالين متتاليين. جميل. اذا عمليه راي بدر الدين الادريسي في عدم تحقيق اللقب، هل سيستمر في كاس العالم؟ انا لا اقول لا. انا اقول لا. قال لك ما حيستمر. لكن نفس السيناريو حدث في 2023 خسر اللقب. خلاص غادر في 2023. لكن قلت لي نرجع الوحيد في نقطة. كان الله في عون وليد، ليس لأنه وهبي حقق لقب، ليس لأنه وحيد، لا ليس لأن وهبي حقق لقب بطل العالم، وليس أيضا لأن سكيتيوي فاز بكأس العرب. الله يكون في عون وليد أن يختار هذا الكوموندو او هذه التشكيله البشريه للمشاركه في هذه الضغوطات. لقد ظلم عدد كبير من اللاعبين. ثم ايضا انا قلت لك على ان المنتخب المغربي لا يتواجد فيه حاليا الا لاعبين من الدوري المحلي، حارسي المرمى منير المحمدي حارس النهضه البركانيه، وايضا حارس المرمى مهدي الحرار حارس الرجاء. الكل جاي من بطولات في عدم رضا، في عدم رضا الان على المدرب انه في خياراته ما كانت موفقه في الغائبه. والله شوف انت الان بتتحدث في هذا الامر. لا ابدا، ما موفق كان وفي بعض الاسماء ما اختارها. لا ابدا لا، ما بقولش هذا الكلام، لانه انا اعتبر ان المدرب هو المسؤول على اختياراته كما يعني هو المسؤول. رايك في من يقول ان اشرف حكيمي تم انضمام وهو عدم جاهزيه كامله مصاب، هل الكلام؟ انا بقول لك شيء، انا مع المدرب سآتي بأشرف حكيمي ولو على عكازين، حتى لو كان على عكازين آتي به إلى السبب لأنه قيادي، رجل عنده تأثير في مستودعات الملابس أكثر ما عنده في الملعب. صح. رجل بأخلاق عالية جدا. تعرف أنا رافقت المنتخب الأولمبي في مشاركته في آخر الأولمبياد، ونودي على أشرف حكيمي، وكان أشرف حكيمي عميدا لاعب نموذجي ومثالي وقائد. إذا تسمح لي، أشرف حكيمي حاليا واحد من أفضل الأظهرة في العالم، إن لم يكن هو أفضل ظهير في العالم. هو أفضل ظهير، وحقق إنجاز تاريخي مع البي اس جي في تحقيق دوري أبطال أوروبا. صح. وحقق ولا نقلل في إمكانياته ونجوميته وتأثيره وكل هذا، لكن أنت باستطاعة، لكن أنت بحاجة لاعب جاهز. طيب لاعب جاهز، هل وجود لاعب غير جاهز حتى وإن كان بنجومية أشرف حكيمي لن تؤثر في فرص المنتخب المغربي الذي يحتاج كل اسم وكل لاعب في القائمة؟ طيب أول جواب، الفريق الوطني المغربي أقوى بحكيمي منه من غير حكيمي. أول جواب، بمعنى أنه لا أحد يناقش في مكانة حكيمي وفي تأثيره على المجموعة. وضحناها. ثاني شيء، لو أنا كمدرب عارف أن أشرف حكيمي سيكون جاهزا بالنسبة لي في المباراة الثانية أو الثالثة، سآتي به وأجلسه في المباراة الأولى وأحاول أن أدخله في أجواء المباراة. لازم تعرف أنا نقاشي معك، أنت ذكرت في عكازات، يعني ليس جاهز للبطولة. لا أنا قلت يعني عملية تشبيه في مدربين قالوا كلام على لاعبين قائدين. أنا صراحة لا أتفق معك في هذه النقطة. صحيح حكيمي نفسيا يدافع للاعبين، لكن أنا بالنسبة لي خانة حكيمي كان سيستفيد منها المنتخب بضم مثلا حريمات أفضل لاعب في كأس العرب. لماذا لم يكن متواجدا؟ ما دام تحتاج إلى لاعب جاهز، أنا أفضل حريمات اللي هو بوسكيتش الكرة المغربية حاليا. لا، أنت تتكلم على ظهير أيمن. لا أنا لا أتكلم على خصاص على مستوى وسط الميدان. عندما نشكل فريق كوموندو للمشاركه في بطوله مجمعه، انا كنعطي الاعتبار لكل مركز على حده، ونبحث على اللاعبين اللي عندهم لا بوليفالونس، اللي عندهم تعدد الادوار. لكن طيب. انت قلت حتى وحيد لاحظت بدر كان عاد في جملته وقال لا الاسماء الجاهزين مع، لأن هذه كلمة العكازات حتى وإن كانت عدم قدرة. لا أبدا يستحيل على أي مدرب أنه يلعب لاعب هو لا يصل، لا يلعب في أن يضم لاعب. لا يضم شكل.
أنا متأكد من خلال التقارير الطبية أن اللاعب ربما سيكون جاهزا للأدوار خروج المغلوب. طيب سآتي به إلى كأس إفريقيا. ناخذ رأيي. وأنت ضامن أنك حتكون موجود في خروج المغلوب؟ طبعا. عوض. وادي عملية النقاط اللي فاتتني كانت كتير. أنا عايز أتكلم الأول على نقطة ركراكي يرحل أو لا يرحل. أنا بقول مش هجاوب بدبلوماسية زي بدر، أنا بقول يرحل فورا. الحين بدر جواب دبلوماسية يتكلم بصراحة. يعني قال إن المفروض يعني جابها بدبلوماسية شوية، أنا بقولها بشكل أكثر صراحة. قالها يرحل فورا. حسام الآن ليه؟ أقول لك ليه؟ بس معلش أحط لك السؤال لحسام حسن. أي مرحلة حسن مين نفس السؤال؟ حسن أيوه. إذا لم يصل إلى نصف النهائي يرحل فورا. إنجاز نصف النهائي للمنتخب المصري. مش إنجاز في ظل الظروف العادية. الإنجاز الوحيد لمنتخب مصر هو العودة بالكأس. طيب. إنما في ظل الظروف وصل نتكلم في عندك في المغرب عشان خلينا أنا بقول يرحل فورا لسببين. أولهم لأنه في حالة الإخفاق مجددا هيفقد الكثير من ثقة الشارع فيه، في الشارع الرياضي المغربي. السبب الثاني ان المغرب عندها ميزه مش موجوده عند اي منتخب عربي اخر، ما شاء الله عنده جيش من المدربين القادرين على حمل الرايه وبس روح جديده وضخ دماء جديده في المنتخب المغربي عشان يشارك في كاس العالم بشكل افضل من اللي بدا يظهر عليه وليد الركراكي في الفترات الاخيره. اراء الجماهير المغربيه حول منتخب بلادهم المغرب المشارك في هذه النسخه، نتابع.